والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث. زكاة الفطر سنها النبي عليه الصلاة والسلام هي بمثابة صلاة السهو، سجود السهو بعد الصلاة. عندما يسهى الإنسان في صلاته فيسجد بعد الصلاة في سنة نسيها جبرا لهذا النسيان وجبرا لهذا التقصير وجبرا لهذه الغفلة التي ربما كان الشيطان سببا فيها أو نفسه تحدثه بشيء من أمور الدنيا، فيسجد سجدة لله سبحانه وتعالى ترغيبا للشيطان وجبرا لإصلاح الصلاة، وأيضا يسأل الله سبحانه وتعالى منه التوفيق والرشاد. فكذلك أيضا كانت زكاة الفطر هي بمثابة سجود السهو، يعني طهرة للصائم وأيضا جبرا لما قد يصدر منا أيها الإخوة الكرام. ونحن سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى، لأنه يخطئ، لأنه مقصر. هذا الأمر لابد من التأكيد عليه أيها الإخوة الكرام. الطبيعة البشرية هكذا، كثير منا غضب وكثير منا سخط وكثير منا ربما خاصم وفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة الكرام، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى خطبه أنه صعد المنبر صلى الله عليه وآله وسلم فقال في الدرج الأول آمين، ثم صعد الدرج الثاني فقال صلى الله عليه وسلم آمين، ثم الدرج الثالث فقال آمين 3 مرات. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام سأله صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: يا رسول الله لماذا كنت تؤمن؟ علاش قلت آمين اللي كنت طلع المنبر؟ اسمعوا أيها الأخوة الكرام. قال صلى الله عليه وسلم إنه أتاه جبريل فقال له: من أدرك رمضان فلم يغفر له. حديث يقول: رغب أنفه، رغب أنفه، رغب أنفه. كأنه يدعو على الإنسان اللي كنقولوا أكبر الخاسرين هو الإنسان اللي أدرك رمضان فلم يغفر له. ثم الثانية فقال: الذي ذكرت أمامه ولم يصلي عليه. اللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ذكر ولم يقل صلى الله عليه وسلم فصلى الله عليه وسلم. ثم قال في الثالثة: من أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. لا تدي الحاجات. الحديث المضمون ديالو ماذا يقول؟ يعني المحروم والخاسر وخيدر اللداء الذي أدرك رمضان فلم يغفر له، لأن كما قلنا هي مدرسة للتغيير، مدرسة لإصلاح النفوس، مدرسة لأن الله تعالى كما قلت جمع الله تعالى فيه من العبادات ما تفرق في غيره خلال السنة كلها. هذا بالنسبة لرمضان نعرفه وحدثنا عنه كثيرا